أنت مش عارف تبدأ في أي حاجة أنت عايزها، لأنك كل ما تقع في حتة صغيرة تروح واقف خالص وتقول أنا مش هكمل. وده اللي بيتسمى بالبرفكشنزم، وده اللي هنتكلم عنه في الفيديو النهاردة. يلا بينا. أهلا بيك في كافي دوز، المكان اللي هتشوف فيه القهوة والتحفيز والوعي. إيه هي بقى البرفكشنزم أو المثالية المفرطة؟ المثالية هي مش رغبة في التمييز، هي بتبقى خوف من الخطأ. يعني الشخص المثالي دايما بيحط لنفسه معايير مستحيلة ما يقدرش يعملها، وبيربط قيمته الشخصية بالمثالية بتاعته. ودايما بيقول يا إما أعملها صح يا إما ما أعملهاش خالص. ايه الفرق بينها وبين الاستمرارية؟ المثالية بتخليك دايما عايز الحاجة تطلع حلوة 100%، وكمان بتخليك متوتر ان الحاجة تطلع غلط لما تعملها، وكمان ساعات بتؤدي ان يجيلك احتراق نفسي او بيرن اوت. لكن بقى الاستمرارية بتخليك مركز على رحلتك وطريقك، مش بس على النتيجة النهائية. وكمان بتخليك كل ما تفشل بدل ما تقف خالص بتعدل وتكمل ماشي في طريقك عادي. ايه بقى اضرار البرفكشنزم؟ اكبر اضرار المثاليه وهي انها بتخليك خايف تبدا، لانك خايف تبدا بقى حاجه ما تطلعش بالشكل اللي انت نفسك يطلع بيه. وكمان عقلك بيفضل يضغط عليك ويتجنب، عشان يتجنب بقى في الاخر الصوره النهائيه اللي هتطلع مش كامله. وهتلاقي نفسك بتركز في التفاصيل الصغيرة اللي ملهاش لازمة وتأثير على الشغل، وهتستهلك وقت ومجهود كان ممكن تستخدمهم في حاجة تانية وفي مهام أهم. وهتلاقي إنتاجيتك بتقل لأنك مركز على الحاجات الصغيرة مش الحاجات الكبيرة. وهتلاقي مجهودك بيقل على إنك هتبقى تعبت في حاجات ملهاش لازمة. والشخص المثالي مش بيعرف يفرح بإنجازاته كمان. يعني انت مثلا عملت 99% من الشغل صح، مش عينك مش هتشوف غير ال1% اللي ضاع. وكمان وده بيسبب لك انك تبقى شايف عندك قلة ثقة في نفسك. وكمان الشخص المثالي مش بيعرف يفرح بإنجازاته. يعني مثلا لو جاب 99% من الشغل صح، مش بيعرف يفرح لأنه شايف ال1% ضاع. وكمان ده بيسبب انخفاض الثقة بالنفس وشعور دائم بالتقصير مهما عملت. ايه اللي بتعمله البرفكشنزم في دماغك بقى؟ الدماغ بيتعامل مع الغلط او النقد كأنه خطر حقيقي بيهدد حياتك. والاميجدالا اللي هي مركز المشاعر والخوف بتكون نشطة جدا في الوقت ده، وهتحس بضربات قلب سريعة وتوتر وقلق لما تيجي تبدأ حاجة جديدة. ودماغك بتفصل شحن بسرعة وبتحس انك مجهد مع انك ممكن ما تكونش انجزت حاجة ملموسة. وده لان الخناقة الجوانية قاتلة كل طاقتك. ازاي بقى تتخلص من فخ البرفكشنزم؟ ممكن تستخدم قاعدة باريتو، اللي هي بدل ما تستهدف 100% تستهدف 80%، لأن ال20% الأخيرة هي اللي بتاخد 80% من المجهود في حاجات فاضية وحاجات بتاخد مجهود على الفاضي. فلما تستهدف 80% بس بدل ما تستهدف 100%، وتقبل بنتيجة جيدة جدا بدل ممتازة، هتخلص شغل كتير جدا في وقت قياسي ما كنتش بتخلصه. كنت ممكن الوقت اللي خلصت فيه مهام كتيرة ده كنت ممكن بتخلص فيه زمان مهمة واحدة أو أقل من ممكن ما تكونش خلصت المهمة كمان. ولازم تحتضن المسودة الأولى، لأن المثالي بيخاف من البداية لأنها ممكن تطلع وحشة. فالحل ده إن أنت تقنع نفسك إن البداية لازم تكون سيئة مش هتكون حلوة، لأن أنت لسه بادئ حاجة جديدة، فلازم هتطلع في أول مرة مش بالشكل اللي أنت عايزه. بعد كده أنت هتبدأ تحسن فيها. فلازم تقنع نفسك إن البداية هتكون سيئة مش هتكون حلوة. يعني مثلا لو بتكتب مقال، اكتب اي حاجة تيجي في دماغك، المهم المرة تتملي. ولو مثلا عايز تتعلم رياضة جديدة، انزل الجيم والعب اي حاجة، مش لازم تلعب صح، العب اي حاجة، المهم ان انت تروح. ولازم كمان تحدد وقت نهائي صارم، لان المثالية بتعشق الوقت المفتوح. فمثلا لو انت عايز تكتب بحث، حدد قول انا هكتبه في ساعتين ومهما كانت النتيجة. فانت لما دماغك هتلاقي ان انت حاطط وقت، لازم هتركز على التفاصيل المهمة بس، وهتركز على الاساسيات وهتسيب التفاصيل التافهة اللي ملهاش لازمة. فكده انت هتكون مش لازم تطلع النتيجة بقى بكل التفاصيل بتاعتها، هتطلع بالتفاصيل الأساسية بس. ولازم تغير تعريفك عن الفشل نهائي. يعني مثلا بدل ما تشوف الفشل نهاية العالم، لازم تشوفه ان هو فرصة انك تراجع البيانات وتشوف ايه المشكلة اللي حصلت. يعني انت مثلا بدأت رياضة ولقيت نفسك جالك شد عضل مثلا او جالك مزق، لازم تشوف بقى بدل ما تقف خالص عن الرياضة، تشوف في الوقت اللي انت هتقعده مش هتعمل رياضة، تشوف ايه اللي خلاك يجيلك مزق. يعني ايه اللي انت لعبته غلط في الجيم يخليك يجيلك مزق. فالمرة الجاية هتتجنب الغلط ده. وهكذا. يعني ان الغلط هو اللي بيعلم، مش ان انت ما تغلطش خالص لازم تطلع صح خالص. لا، مفيش حد كده، لازم تغلط عشان تتعلم. وكمان الغلط ده هيوريك البيانات اللي انت تقدر تعرف بيها ايه اللي خلاك تغلط وتمشي لحتة اطول. بس لازم هتغلط تاني وتمشي لحتة اطول وتمشي لحتة اطول لحد ما توصل بقى انك ما تغلطش.
وكمان لازم تعرف ان الفشل الحقيقي في الاستمرارية هو التوقف، مش ان انت تغلط. الخلاصة في ست سطور. المثالية انك هي الخوف من الفشل، وكمان بتربط قيمتك الحقيقية بالانجاز. لكن الاستمرارية هي انك بتركز على التقدم اليومي حتى لو بسيط جدا. وضررها الحقيقي انك بتتسجن في سجن التسويف، ومش بتعرف تخرج منه غير انك تعتمد على الاستمرارية. وكمان بتستنزف طاقتك وبتخليك تركز على التفاصيل التافهة اللي ملهاش لازمة، وممكن تجيب لك احتراق نفسي. قبل ما ندخل على فكرة المقولة، عايز ارشح لك كتاب بيور وورك للكاتب اوستن كلوين. ده هيساعدك كتير انك تتخلص من المثالية وتدخل في دايرة الاستمرارية. ولو عايز تشتريه تقدر تشتريه من اللينك اللي تحت من امازون بخصم 5% بالكود ده. يلا بينا. مقولة النهاردة للكاتب ورائد الأعمال سيس جودن بيقول إن المثالية هي الوسيلة الوحيدة للدفاع عن النفس ضد النقد. قصده إن المثالية هي اللي بتساعدك وبتساعدك تدافع عن نفسك ضد النقد، مع إن النقد هو اللي هيساعدك إنك تعرف إيه اللي غلطك وتحسنه المرة الجاية. فالأحسن إنك تتقبل النقد وتتقبله بشكل كويس. لكن مثلا لو النقد ده أنت مش شايفه في مكانه الصح، ممكن تدافع عن نفسك بس باحترام. وبس، كان معاكم يوسف في كافي دوز، وما تنساش خليك دايما صاحب عقلك. سلام.